السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم بسكوي رولي طلبا من العديد من الاخوات. يعني طلبوا مني خصوصا في صفحه الفيسبوك، طلبوا مني اني ندير البسكوي رولي باسهل طريقه، خاصه اللي ما ينجحش معاهم ويجيهم يابس ولا خشين بزاف ولا. اذا راح نعطيكم اسهل وابسط طريقه. اول حاجه راح نحتاج 6 حبات تاع البيض. الحبات تاعك اذا كانوا صغار بزاف زيدي حبه. اذا 6 حبات تاع البيض مع 6 مغارف تاع السكر. 6 مغارف تاع السكر راح تجينا كاس الا ربع كما راكم تشوفوا. هذا الكاس اللي يرفد 240 مليلتر ولا 150 غرام. اذا كاس الا ربع تاع السكر يعني 6 مغارف. هذه هي الملعقه، هاي لكم. اذا راح نفصل الصفار عن البياض. بسم الله. راح نضيف رشه تاع الملح تقريبا على راس المغرف، ونطلع هذا البياض حتى يولي كي شغل ثلج، يعني ناج. ونعاودو نضيف. اذا هاي لكم كيما كي تشوفوها عفوا ولات كريمه كيما تاع الشونتي. كيما نطلعوها تما عاد تحبسوا تقريبا مده خفق تاع دقيقتين الى 3 دقائق فقط. راح نرجع نخفق الصفار تاع البيض. نحي هذا على جهه. نجيب الصفار تاع البيض نضيف له هذاك السكر. راح نزيد لافاني تقريبا مغرف صغيره. نطلعهم مليح مليح. هنا بعد ما طلعت هذاك الصفار مع السكر واللافاني راح ندير نص كاس تاع الفرينه، يعني 4 مغارف تاع الفرينه. هنا عندكم الحريه خواتاتي. انا هاد 4 مغارف غادي نزيد لهم 2 مغارف كبار. هاي لكم. راح نزيد لهم 2 مغارف كبار تاع الكاكاو البني. هاو لكم. اذا ما تحبوش الكاكاو، ما حبيتوش البسكوي رولي تاعكم في المارون يعني بالشوكولا، تقدروا ديروا تنحيوا عفوا الكاكاو وتعوضوها ب6 مغارف تاع الفرينه، يعني كاس الا ربع تاع الفرينه. هنا نحيت دوك 2 مغارف واستعملت الكاكاو. راح نغربل بهذه الطريقه ونستعمل فقط الفوي باش ما نهبطش الخليط. بهذه الطريقه. ما ننساش طبعا خميره الحلوى. راح نضيف رشه فقط باش تجيني هشيشه الجينواز. اذا هكا يعني ندير بالدفعات ونخلط. الطريقه حتى نكمل كامل الفرينه. راح نزيد شويه ونحط معاها خميره الحلوى. الحمد لله. اذا كما قلت لكم على راس المغرف كميه قليله فقط. هاي لكم. نحطها مع الفرينه ونغربل ونخلط غير بشويه حتى اللي يدخل كامل هذيك الفرينه. ونعاود نولي لكم. نبدا نضيف هذاك البياض اللي طلعته غير بشويه. ونخلط غير بشويه باش ما نهبطش الخليط. ها بكم صاي ولدي بهذه الطريقه. وندخل فيها غير بشويه بهذا الشكل. راح نخلط ونعاود نولي لكم. خواتاتي راح نجيب البلا اللي راح يدخل للفور.
ندير فيه ورق الطبخ. لازم 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 ورق الطبخ، لانه كون ديري الفرينه والاخر ممكن تيبس لك الجينواز ولا تتحرق لك من تحت وما تقدريش تلويها بسهوله. اذا لازم ورق الطبخ باش يعاونك في المهمه. ما نساوش نسخنوا الفرن من قبل على 180 درجه. ها هو الخليط بعد ما خلطته نحطها غير بشويه في البلا. الجينواز تاعي ما راحش تطيب بزاف، راح نخليها تقريبا 10 دقائق 12 دقيقه ما تفوتهاش، لانه لازم تبقى لي طريه. اذا كثرتي لها الطياب راح تنشف. بهذه الطريقه كما قلت لكم الفرن على 180 درجه. شعلوه كاع كي تبغوا تبدو في الجينواز تاعكم. نوزعها هكا بشكل متساوي بهذه الطريقه. راح ندخلها الفرن تنشف. كما قلت لكم حسبوا لها الوقت 10 دقائق حتى 12 دقيقه. نخرجها ونعاود نولي لكم. اذا هاي لكم بعد ما طابت واش درت لها. تقبتها بكيردون. شوفوا هاي لكم تلقاو خرج ناشف، تعرفوا باللي وجدت. يعني بعد مور 10 دقائق تيستيو الجينواز تاعكم تشوفوها اذا نشفت ولا مازال. اذا هذه هي الطريقه. راح نخليها تبرد تماما، ما نخربش فيها كامل. راح نغطيها بسيرفيات ونخليها تبرد. كي تبرد عاد باش نكمل باقي الخطوات. هنا خواتاتي طلعت كاس ونص تاع الشونتيي مع كاس تاع الماء بارد، ولا تبغي ديري كميه كبيره ديري 2 كيسان تاع الشونتيي مع كاس ونص تاع ماء بارد. اذا نوزع الشونتيي بهذه الطريقه على كامل السطح. بعد ما تكون الجينواز تاعك بردت تماما اذا بهذه الطريقه فقط نوزع على كامل السطح ونحاول نساوي ما بين الجهات باش يجيني كلش متساوي بهذه الطريقه فقط. وحاولوا عليها يعني كي تنحيوها من الصني حاولوا عليها بزاف على خاطر تكون هشيشه وليه تتكسر بهذه الطريقه فقط. تبغي هنا ديري فواكه مثلا فراز مقطع ولا بنان ولا اي حاجه، عندك الحريه طبعا. بهذه الطريقه ونبدا نرولي فيها. بسم الله. كما قلت لكم ورق الطبخ يساعدكم بزاف. تبغوا تشربوها شربوها ماشي مشكل. هاي لكم ننقلها للصحن تاع التقديم غير بشويه ونكمل نزينها. كل واحد يزينها حسب الرغبه. انا راح نكمل نطليها كامل بالشونتيي ونعاود نولي لكم. نوريكم الشكل النهائي تاع البسكوي رولي. والله غير يجي روعه ما شاء الله كما اللي يتباع تماما. هاوليكم فقط رشيت عليه شويه تاع الكاكاو. تزيين اختياري كل وحده واش تحب، كل وحده والذوق تاعها. درت له خطوط قبل ما ندير الكاكاو، درت خطوط بالفرشيطه بالشوكه، درت خطوط ورشيت الكاكاو فقط. هاي لكم سامبل سهله وسريعه 10 دقائق فقط طياب وانتي كملتي. نتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم حبايبي. اللي جديده معايا ما تنساش دير اشتراك للقناه. جام للفيديو والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله.